البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ونتمنى هذا الفيديو يلقاكم دائما فرحانين ناشطين ماشطين بعد عواشر مبروكه. الله يدخل علينا وعليكم رمضان بالصحه والعافيه وبالهنا وبالتيسير وبراحه البال. كلكم اخوتي اللي كاينين في اسبانيا موجودين ولا في المغرب كنهنيكم بهذا الشهر الكريم، وكنتمنى يدوزوا الله بخير وعلى خير، خاصه على العاملات لانهم كيخدموا واحد العمل شاق اللي كيكون في رمضان. ولكن ما يهمكمش اخوتي، هذا الفيديو غادي نقدمه لكم بمناسبه شهر رمضان اللي غادي نحب ناكد لكم ولا نوصيكم عليه بالنسبه للعاملات الجدادات ولا القدام، سواء بحال فين ما كانوا كاملين كيمروا بهاد الظروف في رمضان. كما كتعرفوا اخوتي العمل يعني الموسمي كيجي هو دائما كيجي كيلقاكم رمضان هنايا، اولا كيلقاكم عاد تجيو بالنسبه للجدادات اللي عاد غيجيو. اما القدامات راهم خلاص كل عام كيلقاهم رمضان هنايا في اويلبا الاسبانيه كيخدموا في الفراوله. فهاد الشيء ما كيهمش اخوتي، غير خاص يكون واحد النظام عندكم نتوما في الحياه ديالكم. وبالنسبه للناس اللي سولوني قال لك واش كاين كلشي تما يعني ديال رمضان وداكشي، فكلشي موجود هنا اخوتي. خاصكم راني هضرت معكم في الفيديو اللي سبق وقلت لكم بان كاين هنايا الكوكوط فاش طيبوا الحريره كاين عند المغربي كتباع، كاين الامور الاخرى يعني ديال المعانات وداكشي ديال الماعن ديال الكوزينه اللي كتحتاجوا تجيبوا معاكم. قلت لكم غير شي حاجه اللي غادي ما غتلقاوهاش هنايا، بحال بريق مثلا اولا براد ديال اتاي ولا شي طويجين هكا ديال الحديد مثلا ديال الاخر ديال الفخار غادي يتهرس لكم. لان هنا كاين فرنوات ديال الضو ما كيجيوش بزاف مع دوك ديال الفخار، وكلشي كاين حتى حاجه ما تهزوا ليها الهم. غير بالنسبه لرمضان والاجواء ديالو والعمل كيفاش كتمر هنايا بالنسبه للعاملات اللي سولوني كيفاش كدوزوا هذا العمل ديالكم الشاق يعني في رمضان. فهو يعني كاين الشركات والاكثريه يعني كلها ولات كدير لانترنا اللي هي البيل او البوله اللي كيخدموا بها الساعه، يعني كينقصوها في الصباح كيخدموها وكيزيدوها يعني على الوقت ديالهم. مثلا غيبداو في 7 الصباح كيبداو في 6 الصباح بديك البوله اولا بداك البيل اولا بديك لانترنا، ومن بعد كيخرجوا ديك الساعه كيستغلوها اللي دخلوا بالليل في البروده وخدموا مع السته كيستغلوها كيخرجوا شويه بكري. مثلا الا كانوا غادي يزيدوا الساعه غادي يزيدوا على حسب الخدمه ديالهم، ولكن غادي يكونوا ناقصين ديك الساعه اللي زادوا في 6 الصباح، يعني غادي يجيو بكري الا ما كانوش يزيدوا الساعه غيخرجوا مع الجوج اللي غادي تكون في الاوقات العاديه اللي كيدخلوا مع السبعه ويخرجوا مع الجوج غادي يوليو يخرجوا مع الوحده، يعني كتنقص لهم ساعه. وإلا كانوا غادي يزيدوا السوايع الاضافيين في العمل راه غادي تسالي النهار ديالك اللي هو خرناضه غادي تسالي في الوحده وغادي تولي تزيدي الساعه. غادي تخرجي مع الجوج بحال الا خرجتي مع نهارك العادي اللي كنتي من قبل رمضان. غير المهم كنتمنى يكون هذا الشهر الكريم هو اللي كاين مره في العام نصبروا فيه نصليو فيه نقوموا يعني قبل الفجر نصليو ركعات باش ربي يعاوننا. وكاملين راكم كتعرفوا الاجواء كيفاش كتمر مع العيالات ومع العاملات. كل شيء يعني يحاول يعني يبرمج نفسه بانه مع العائله ديالو ماشي بعيد، لان لما تبرمجتيش عفوا غادي تحسي بالملل وواحد الطاقه اللي هي سلبيه. فالطاقه الايجابيه اللي بغيتو تكسبوها راه غادي تكسبوها منكم وليكم، يعني ما غتحتاجوش شي حد اللي غادي يعطيها لكم الا لما عطيتوها لراسكم. فالاخوات ديالي العزيزات على قلبي كنقول لكم دائما ما تخموا حتى في شي حاجه، الله يجيبكم على خير. القدامات اللي كيسولوني كيقول لك يعني حنايا هذا العام ما غاديش نخدموا بلانتيرنا ويعني والشركه كاين شركه اللي ما سلكتهاش هذيك الوقت ديال لانتيرنا لان كيخدموا معاهم نصارى، يعني نصارى ما كيصوموا ما والو كما كتعرفوا. هما كيخدموا نهارهم عادي وكيخرجوا في البوكاديو اللي كانوا كياكلوا مثلا في 11 ونص كيديروا البوكاديو. بالنسبه لينا حنايا يعني كيكونوا عاود عاملات مغربيات كيكونوا منفردين على النصارى بوحدهم فكيستطيعوا يخدموا بالبيل، وكاين شركات عاوتاني خدامين مغربيات بوحدهم وكاينين اللي مخلطين. فعندما كيقترب رمضان كيفرقوا داك الجروب اللي كيكون ديال رومانوس اولا خيطانوس اولا بلغاريا ولا شي حاجه، المهم كيقسموهم كيخليو المغربيات بوحدهم لانهم هادو مسلمين وهادو نصارى راه ما كيبقاو يعني كل واحد على حده باش هكذا كيكون المانيخيرو اولا المانيخيره ديالهم كيجي معاهم على حسب السيستيم ديالهم على حسب الديانه ديالهم. اللي مانيخيرو مغربي مثلا غادي يجلس مع المغاربه غيكون صايم غادي يقابلهم وداك الشيء وغادي يجلس معاهم
صايم حتى الوقيته ويخرجوا. اما لا خدموا مع الرومان وخدموا مع النصارى فراهما غادي يجلسوا النصارى يتغداو وغيتسناوهم المسلمين واحد نص ساعه اللي هي غادي يكونوا جالسين فيها، وغتكون زايده فيهم خدمه باش يمشيو لديورهم بكري، غادي تكون شويه شاقه عليهم. فهذا هو اللي كاين اخوتي. كنتمنى ربي يدخل علينا وعليكم هذا الشهر المعظم بالصحيحه وبالمغفره وبالثواب ان شاء الله، ويعطينا ربي شي رزيق باش نعيشوا كاملين حنا وياكم اخوتي، وباش تخدموا بدراعاتكم وتمشيو عند وليداتكم ناشطين فرحانين، والله يكمل علينا وعليكم. بالنسبه للاخوات العزيزات على قلبي اللي كيسولوني كيقول لك فين غبرتي اختي جميله، فانا غا مع العمل والله القسم اخوتي. اليوم عاد نخرج نتقدى ان شاء الله لداك الشيء ديال رمضان، وبقى يعني عندي شي مسائل باقا عاد نشوف شنو خصني يعني في داكشي اللي غادي نحتاجو مثلا في الفطور والسحور. راه الكل كيعرف تقضيه رمضان. غادي نتقداو باش هكذا في رمضان ما كتبقايش كل ساعه خارجه وانت صايمه وجيتي من الخدمه وصايمه والشمس والصهد وكتخرجي، فنحاولوا نتفاداو يعني ديك التقضيه ديال قبل رمضان كتكون في خطره باش ما تبقايش هكذا. يعني الا كانت شي وقيته غير غادي تجلسي فيها ترتاحي، ماشي غادي تخرجي حتى التقضيه تزيديها يعني هكا. هذا كل ما جاء في هذا الفيديو، طولت عليكم وقيله. بالنسبه بزاف ديال الاسئله كيروجوا في التعاليق، قال لك واش غادي يوليو يعيطوا علينا في هذا التعياط. راه ما هذا الاسبوع يعني اللي عيطوا لهم راهم غادي يقولوها يعني في التعاليق، واللي مازال ما عيطوش ليهم حتى هما الله يكمل عليهم باش غادي يطلعوا يعني الناس جداد. والتعياط غادي يبقى حتى شهر 4 راكم عارفين، لان النهايه ديال التعياط كتكون في شهر 4، لان كتكون ماكسيموم خصكم تخدموا شهرين ونص على الاكثر. الا فاتت هذيك شهرين ونص يعني وما عيطوش ما تبقى لشهر 7 فما كيبقاش التعياط. فكنتمنى يعني الحظ يساعد العاملات اللي تقيدوا وما عيطوش لهم، يساعدهم الحظ العام الجاي ان شاء الله، وغادي يكونوا يعني محطوطين في الدواسه ديالهم ومقدمينهم ومقيدين، غتكون عندهم الاولويه باش يعيطوا لهم او يطلعوهم. وإلا جات ثاني شي تجربه اخرى ديال التسجيل وراها غادي تكون ان شاء الله، لان المسيره ديال الفلاحه ما كتحدش اخوتي هنايا في اسبانيا، كتبقى غاديه وكتزاد عند المزارعين. فالله يرزق الصحه والسلامه للجميع باش يخدموا ويكونوا ويعاونهم سيدي ربي بالصحيحه ولهنا. وكنتمنى تكون واحد شويه ديال الامبيونس بين العاملات وشويه ديال المفاهمه في رمضان وشويه ديال الصلاه كتكون ديال التراويح مجموعه مع النساء وحده يعني كتصلي بهم كما القاعده، وكيكون واحد شويه ديال الذكر وشويه ديال الاذكار يعني في الدار وهكذا باش كتحسي بالاجواء الرمضانيه. كما كتعرفوا رمضان في اسبانيا اولا العاملات راه ماشي هو بحال اللي في المغرب، هذه ما نقدروش يعني نكروها، ولكن كدوزيها على من أجل العمل، يعني أنتِ جاية من أجل العمل فقط. غادي تصلي صلاتك، غادي تصومي صيامك، ولكن أنتِ منضبطة مع العمل، خاصك ترتاحي وخاصك يعني تقضي شي أمور اللي ما كتكونش في المغرب. المغرب كتوجدي فطورك على خاطرك وكتجلسي من موراه وتمشي التراويح وتجي وتولي تجلسي في راحتك وهذه. المهم إلا بغيتي الراحة خاصك تجلسي ما كاين حتى شي حاجة، وإلا بغيتو تقاوموا خاصكم الخدمة والاجتهاد والجد والمثابرة باش هكذا تحاولوا توصلوا لشي مسائل اللي هي في راسكم وشي خطوات يعني تخطيوها اللي تكون مفيدة وتكون يعني كما كنقولوا خدمة صغري على كبري، باش هكذا بنادم كيرتاح ملي كيكبر وكيدير واحد الحويجة يرجع عليها واحد التقاعد ديالو يكون عنده زوين. وبالنسبة للعاملات كاملين الله يسهل عليكم، وكنقول لكم عواشر مبروكة ورمضان مبارك سعيد، وتهلاو ليا في راسكم والى اللقاء.